اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. هنعمل مع بعض النهاردة تفريز الكرنب. هنعمله مع بعض بأبسط طريقة. كرنباية واحدة هتملي بيتك بيها خير. زي ما انتم شايفين عملنا مخلل وسلطة وكرنب للتفريز، كل ده بكرنباية واحدة. زي ما انتم شايفين دي الكرنباية، ويا ريت يكون كرنب بلدي ما يكونش كرنب بط. البط تستعمليه على طول، مش هينفع معاك في التفريز. زي ما انتم شايفين الكرنب البلدي بتكون راسه طويلة شوية عن الكرنب البط. الكرنب البط بتحس ان هي مفرودة كده معاكي. ويا ريت تنقي الكرنباية ما تكونش مكتومة كتمة جامدة عشان ما تبص معاكي. ويفضل انت تعمليها تاني يوم، ما تعملهاش اول ما تجيبيها عشان بتكون لسه صابحة وماسكة ببعضها. زي ما انتم شايفين معايا كده. انت حابة تقوريها وتسلقيها كلها على بعضها اسلقيها، بس انا طبعا عايزة استفاد بيها من كل حاجة فيها. كده انا ببدأ افصص العروق بتاعتها او الورق بتاعها. طبعا في الوقت ده انا حاطة المية على النار عشان تغلي. انا هفصص كل الكرنبايه بالطريقه دي، بس انا بوريكم وهكمل بقى الباقي مع نفسي. طبعا العرق اللي انا بحوشه ده مش هنرميه، هتشوف دلوقتي هعمل بيه ايه. هنعمل كل الورق بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هنبدأ نشيل العرق بتاع الكرنبايه عشان هنستعمله برضو. انا بقطعه كده عشان هعمله مخلل، وهتشوفوا الطريقه معايا دلوقتي. زي ما انتوا عارفين الاسعار بقت غاليه، ولابد تستغل اي حاجه عندك ما ترميهاش. استغليها واعملي بيها حاجه تانية. انا معايا كده حطيت ميه على النار تغلي، هنزل فيها معلقه سكر. لا نازله بملح ولا نازله باي حاجه خالص، هي معلقه سكر واحده عشان تخلي معاك الكرنب ما يجلدش، وكمان يفضل معاك الكرنب كانك لسه عاملاه. وكمان هيخلي معاك الكرنب وانت بتحشيه يطلع معاك مسكر كده وطعمه حلو. مش مسكر مسكر يعني، لا انا بتكلم هتخليه معاكي حلو ومظبوط. كده هبدا انزل بالكرنب. هي دقيقه كده ودقيقه كده. ما تسلقيش جامد عشان هو لسه هيتفرز وهيستوي كمان معاكي في الفريزر. فانت لو سلقتيه جامد وحطيتيه في الفريزر هيتهري معاكي. فانت يا دوبك هي لفه كده ولفه كده وتطلعيه على طول. تحس ان الورقه معاكي دبلت، تروحي مطلعاها على طول من الميه السخنه. زي ما انتوا شايفين معايا. انا بوريها لكم من الاول عشان تشوفوها. زي ما انتوا شايفين الكرنب بتحسوا انه لسه مصحصح معايا. هي يا دوبك تقليبه كده وتقليبه كده، وهتطلعها على طول من الميه السخنه. طبعا بقى انا هكمل الكميه كلها بنفس الطريقه، بس طبعا مش هخليكم تقعدوا معايا ده كله. ده بقى العيدان اللي احنا كنا مقطعينها مع بعض، واي ورقه مهريه او اي ورقه ما تنفعش للحشو هحط عليها معلقتين او 3 كبار ملح، وهلفهم بيها واسيبهم واركنهم على جنب. ده خلاص الكرنب انا بوريهولكوا بعد ما انسلق طبعا وبرد وحطيته في المصفى يصفي ميته. هتبداي بقى تلفيه وتقطعيه حسب الصبع اللي انت عايزاه، سواء طويل او صبع قصير، حسب ما انت عايزه حجم الصبع بيكون قد ايه. طبعا التقطيعه دي هي اللي هتظبط معاكوا الصوبع. طبعا أنا قطعت الكميه وهوريها لكم دلوقتي، بس انا بوريكم انا قطعتها ازاي. زي ما انتوا شايفين كده احنا مهدرناش من الكرنبايه حاجه خالص. كده برضو هبدا اقطعها. طبعا زي ما انتوا شايفين الكرنب ماسك نفسه، ما هوش مهري ولا حاجه. طبعا الكرنبايه اللي انتوا شفتوها دي بسم الله ما شاء الله كانت مديانا كميه حلوه. انا هعمل منها طبقين او حسب الاسره اللي انت فيها. ممكن لو اسره صغيره كرنبايه زي دي تكفيكي مثلا 3 مرات ولا 4 مرات. ده الورق اللي احنا قطعناه. وده بقى الكرنب اللي هي العيدان اللي كنت قطعها معاكم ولفاها بالملح. دي الميه بقى اللي هي سردتها، او الميه اللي نزلت منها. هبدأ بقى أعبيه كله في برطمان، وهبدأ أعمله المحلول الملح. طبعا زي ما انتوا شايفين أنا كده حطيت الكرنب في طبق فوم. ما عندكيش طبق فوم هتحطيه في كيس بلاستيك، ويفضل تحطي في طبق الفوم لو هتستعمليه
تحطه في كيس بلاستيك. ده المخلل يا دوبك انا عملت له زي ما انتم شايفين كده. انا خللت العيدان اللي احنا كنا عاملينها مع بعض اللي هي عيدان الكرنب. هنعمل لها بقى محلول النقع. هو كل رتل ميه بياخد معانا 3 معالق ملح كبار او ممكن تدوقيهم. وكمان هياخدوا معانا قرنين شطه، سواء حمراء او بارده اللي انت بتحبيها اعمليه. ده المخلل. وده طبعا الطبقين اللي احنا عملناهم مع بعض هنفرصهم عشان نعملهم محشي في رمضان باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. وده القلب الصغير اللي جوه طبعا مش هنرميه، هنستغله في السلطه. طبعا انتوا عارفين فوائد الكرنب كتير. فطبعا ما ترميش ده، هتحطيه في التلاجة عادي في كيس في باب التلاجة. كل ما تعملي سلطة هتاخدي منه ورقة أو ورقتين حسب اللي انت عايزة تعمليه. والمخلل ده بإذن الله بعد يومين أو 3 هتاكلي منه أحلى مخلل. يبقى كده احنا مرمناش من الكرنباية بتاعتنا حاجة خالص. وعملنا منها أكل، عملنا يعتبر منها عملنا 3 وصفات، عملنا محشي وهنعمل سلطة وكمان هنعمل مخلل. ويا رب الطريقة دي تكون سهلة وبسيطة وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.